السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور عبد الله النجار. هشرح النهارده فكرة في منتهى الجمال. ركز. بيقول لك ايه؟ بيتفق كل من الفلز الانتقالي المستخدم في دباغة الجلود. اهلا بيك. مين اللي كان بيستخدم في دباغة الكروم في دباغة الجلود يا دكتورنا؟ الكروم، اللي هو عدده زي كام؟ 24. فلما تيجي توزعه بتوزع كام؟ بتوزع يا دكتورنا ارقام 18 4S1 و3 دي يا دكتورنا 5. ليه؟ لأن الكروم كان توزيعه شاذ. مع أكبر العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة. مين أكبر العناصر الانتقالية في الدورة الرابعة؟ في الكتلة الذرية. احنا اتفقنا مع بعض إن الكتلة الذرية بتزداد بزيادة العدد الذري. يبقى دكتورنا لو احنا مثلا تخيلنا مع بعض إن احنا رحنا للجدول الدوري بالشكل اللطيف دون، مين أكبر العناصر في الكتلة الذرية دلوقتي يا دكتورنا؟ احنا طبعا عندنا سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس يا دكتورنا. يبقى النحاس خلي بالك عناصر مين؟ الانتقالية. يبقى احنا هنا بنتكلم على عنصر مين؟ على عنصر النحاس لأنه أكبر عدد ذري. هنا كده يا دكتورنا النحاس 29. لازم تكون حافظ أعداد ذرية، مش حافظ أعداد ذرية عليه العوض منه عوض بقى. يعني هو أنت بتعمل إيه هنا يا دكتورنا؟ هيتوزع أرجو 18 بالشكل اللطيف دون 4S بواحد و3 دي يا دكتورنا بكام؟ ب10. فالسؤال، هل هو بيتفق في آخر مستوى رئيسي ولا في المستوى الرئيسي M؟ يا دكتور عشان تبقى انت متخيل الوضع، احنا عندنا مستويات الطاقة K L M N O P و Q. تعالى كده واحدة واحدة يا دكتورنا زي ما احنا علمناك. هنا كده كان قاعد المستوى كام؟ 1S. هنا كده يا دكتورنا كان قاعد المستوى 2S و 2B. هنا كده يا دكتورنا كان قاعد المستوى كام؟ 3S و 3B. لكن هنا يا دكتورنا كان قاعد ال 4S وال3 دي، ويا دكتورنا مين؟ ال 4B بالشكل الجميل ده. فالسؤال دلوقتي لما احنا نيجي نوزع الكروم ونوزع النحاس من الأول هنقول كام؟ 1S 2 2S 2 2B 6 3S 2 3B 6 يا دكتورنا 4S 2 أو سوري 4S 1 و3 دي يا دكتورنا كام؟ مرة كانت 5 والمرة التانية يا دكتورنا كانت كام؟ كانت 10 في النحاس. السؤال تمام؟ السؤال، هل هم متفقين في المستوى M؟ المستوى M ده اللي هو مين؟ 3S وال3B. والله يا دكتورنا هم ادي 3S وادي يا دكتورنا ال3B وكمان عندك ال3 دي. لا مش متفقين في ال3 دي، يبقى غلط. الأغلب هيروح يقول لك 3S و3B. انت عندك 3 دي اهو انت ناسيها، يبقى غلط. طب هل هم متفقين يا دكتورنا في المستويين 4S و3 دي؟ يا دكتورنا والله واحد 4S 1 ماشي متفقين، لكن الثلاثة دي غلط. طب هل هم متفقين يا دكتورنا في الثلاثة دي؟ ما احنا قلنا غلط. واحد فيه 5 والتاني فيه 10 مش نافعة. يبقى في آخر مستوى رئيسي. ليه؟ لأن آخر مستوى رئيسي هنا كان مين؟ كان ال4S. وآخر مستوى رئيسي هنا كان مين؟ كان ال4S. يبقى الإجابة 1000 بكل بساطة. أشوفكم في الفكرة دي.